يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، اجعل لنا وللمسلمين والحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم يا رب يا حي يا قيوم. ديني الدين كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منه. الدين من أقبح ما يكون للإنسان في حياته من أذى، إنما هو أذى الدين. والعربي قديما يقول لمن يريد أن يستغني عنه، يقول له: ولا أنت دياني فتخزوني. لأن عادة الذي يكون الإنسان مدينا له أنه يذله، هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة التي تستدين لا قرار لها، لأن قرارها في يد من يدينها، من يعطيها، وليس لها قرار في ذاتها. العرب يقولون: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة. هذه قاعدة موجودة في الكون لا يمكن أن نخرج عنها. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه الشهير: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فغلبة الدين كما قال ابن دقيق العيد: غلبة الدين مربوطة بقهر الرجال. عادة الذي يستدين يكون مقهورا، والإنسان لا يعرف الدين إلا إذا جربه. وقد ذكرنا مرة النص لأحمد شوقي رحمه الله حينما نجح أحد المصريين وكان يسمى سيد نصير في ألعاب عالمية في ألمانيا، وكان نجاحه في المرتبة الأولى، أخذ ميدالية ذهبية، وكان ذلك في حمل الأثقال. فلما جاء إلى مصر أقيم له احتفال كبير، في بداية الثلاثينات أقيم له احتفال كبير، وكان شوقي الشاعر الكبير واقفا ليستقبله بقصيدة، فقال له في قصيدته: شرف نصير، ارفع جبينك عاليا، وتلقى من أوطانك الإكليل. إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا. زحزحته فتخاذلت أجناده، وطرحته أرضا فصل صليلا. لما لا يلين لك الحديد وأنت تتلو عليه وتقرأ التنزيل، لأنك مسلم تتلو عليه وتقرأ التنزيل. قل لي نصير وأنت بر صادق، أحملت ليس الحديد وإنما أعباء الحياة، أحملت ما بين الضلوع غليلا حقدا في قلبك يوما من الأيام، أحملت ما بين الضلوع غليلا، أحملت دينا في حياتك مرة، أحملت إنسانا عليك ثقيلا، أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الحياة قليلا، أحملت ظلما من قريب كاشح أو غادر بالأمس كان خليلا، وغدرك وانقلب عليك بالأمس كان خليلا. أحملت في النادي الغبية إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيل. هذه الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فصار ضئيلا. هذا الدين والهم والغدر والمكر، هذه هي أثقال الحياة، والتعالي والتكبر والنفاق هو يجمع لنا هذه الأمور. قال هذه هي أثقال الحياة. هل تستطيع يا من أخذت الجائزة الأولى في حمل الأثقال أن تحمل ثقلا من هذه الأثقال؟ هذه هي التي تثقل على الإنسان حاله.
فقال اقضي عني ديني واغنني من الفقر. الفقر في الحقيقة هو الاحتياج، والفقر إنما هو ضيق ذات اليد وعدم وجود ما ينفق به الإنسان على نفسه أو على أهله. فمن لا يملك غداءه وعشاءه ولا يملك لباسه وكساءه يعتبر فقيرا. والفقهاء يفرقون بين الفقير والمسكين، فيقولون بأن المسكين الذي لا يملك قوت يومه، والفقير الذي لا يملك قوت عامه. فبدأ بالفقراء وثنى بالمساكين، وبسطوا القول مما سنبسطه إذا كتبت لنا الحياة في الزكاة بحول الله. فالفقر إذن هو الاحتياج، ولكنهم قالوا بأن الفقر أنواع، كما أن الغنى أنواع، لأنه ما يقابل بضده يكون المعنى محققا لذاته. قالوا هناك فقير نفس، وهناك فقير بعلاقته بالله، وهناك فقير مال، وهناك العكس، هناك غني نفس وغني بالله وغني بالمال، في 3 أنواع مقابل 3 أنواع، 3 أنواع مقابل 3 أنواع. الغني قد يكون غني نفس، وما أكثر النفوس الغنية التي ترى بأنها أعلى من أن تمد يدها إلى غيرها. الشاعر يقول: إذا أظمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، أبيا بنفسك عن باخل تراه بما في يديه أبيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. أن يموت الإنسان أحسن من أن يمد يده إلى الناس. هذا العربي كان يملك هذه الهمة، لكن الإنسان مطالب بأن يعمل من أجل أن ينال رزقه، وأن يكفي نفسه، وأن يعف أهله، حتى لا يمد يده إلى الآخرين، لأن في ذلك ذلة كبيرة أن يمد الإنسان يده للناس. وقد ذكروا بأن الفقر الحقيقي إنما هو فقر نفسي، لأنه الفقير أحيانا يكون فقير نفس، عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: جعل الله فقره بين عينيه. هذا الذي جعل الله فقره بين عينيه، حتى وإن كانت الأموال في يده تجري وكان له من سعة الرزق ما له، لكنه يعيش دائما فقير يقتر على نفسه، كما عبر أحدهم عن البخيل الذي قال بأنه كان لبخله لو يستطيع تنفس من منخر واحد